بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا طبخه قديمه جدا، طبخه من الزمن الماضي او من الزمن اللي فات، الفول المقشر بالشكل الجميل ده. والله العظيم احنا نسينا الاكله ديت، كنا بناكلها زمان وكانت تحفه جدا وكان طعمها رائع جدا وكان طعمها حلو. نسيناها خالص، وفي اكلات تانية كتير نسيناها، لكن النهارده احنا بنرجع لها وبناكلها وبنطبخها وبناكلها وزي الفل ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بسرعة نروح على الفيديو طبخة الفول المقشر دي، نشوف احنا عملناها ازاي. اهلا بيكم في وصفة كده من زمن فات. وصفة كده كانت امهاتنا وجدهاتنا كانوا بيعملوها زمان، وكانت بتبقى حلوة وطعمة جدا وكنا كلنا بنحبها. تابعوني عشان نعرف الوصفة دي ايه. معايا هنا بصلة، وحطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة. بستنى بس لما تحمر شوية ويبقى لها شخصية كده. تمام كده زي الفل. معايا هنا بقى الصلصة بتاعتي اهي، او الطماطم بتاعتي دي. طماطم انا مخزناها ومسبكاها نص تسبيك. تمام كده. اول بس لما تبدأ تغلي عندي، هي الطماطم عندي متسبكة نص تسبيكة، مش هحتاج لما هي يعني ايه تاخد النص تسبيكة بتاعتها، لا بس اول ما تغلي هنحط المكون بتاعنا اللي احنا قلنا عليه، او الطبقة بتاعتنا اللي احنا النهاردة بنعملها. طيب خلاص كده تمام قوي. الصلصة بتاعتنا بدأت تغلي اهي. معانا هنا ايه بقى الطبخة بتاعتنا النهاردة؟ فول مقشر. الفول المقشر من الوصفات المغذية جدا، اللي بتبقى طعمة جدا في الاكل، وكمان احنا كنا زمان بناكلها، وامهاتنا كانت بتعملها لنا وجدهاتنا، وكانت بتبقى تحفة وجميلة. الفول المقشر ده انا غليت المية وسقطت الفول، كوبايه من الفول، وسبتها على جنب 10 دقايق بعد ما غسل. يعني الاول غسلته كويس قوي وغليت الميه وسقطت الفول المقشر وسبته شويه قيمه 10 دقايق وصفيته. وخلاص هحطه اهو بقى في التسبيكه بتاعتي اهي. هضيف هنا كوبايه من الميه، ونحط بقى التوابل بتاعتنا. رشه ملح كده خفيفه، ما بكترش الملح قوي. كمان نص معلقه صغيره من الكمون، الفول بيحب الكمون. ونص معلقه من الكزبره، ورشه فلفل اسمر بسيطه. تمام كده. اقلب بقى كويس كده اهو، ونسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع نفسها تكمل تسويه. وبكده خلصت وصفتنا الفول المقشر بالشكل التحفه الجميل ده. المرقه حوالين الفول مش كتير قوي، احنا بنحبها كده. جميل جدا وطعم جدا ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الله، والله العظيم احلى اكل، اكله جميله كنا بناكلها زمان قوي. تحفه ما شاء الله، وطعمها حلو كده كاننا بناكل لحم. الفول المقشر. خلاص حبايب قلبي بقى اللي دايما بينوروني بالمشاهده، ما ينسوش اللايك الجميل بتاع ماما قدريه، وكمان الاشتراك على القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ ماما قدريه. حبايب قلبي احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.